السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي وإخواني، معكم مستشار أحمد عبد ماهر، المحامي بالنقد والباحث الإسلامي، في بث جديد عن بين الدين والتدين. بين الدين والتدين هناك فرق كبير، وللأسف هذا الفرق نتيجة أنه إحنا الشعوب الإسلامية لا تفكر، لا تتدبر، رغم أن الله عز وجل أنزل الكتاب لنتدبره. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الجميع عليه أن يتدبر، لكن للأسف كلنا سواء كنا متعلمين أو غير متعلمين بناخد الكلام من الشيخ وننفذه كما هو كالعميان. فمثلا على سبيل المثال بين الدين والتدين تجد أن بسم الله الرحمن الرحيم آية في الفاتحة، هذا هو الدين. أما التدين أن يقول الإمام مالك أنه بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة وأن قراءتها مكروهة، ويقول الإمام أبو حنيفة بل تقال في السر. ولذلك حينما يؤمك أي أحد من الإخوة أهل العمائم فهو لا ينطق، لا تعلم إن كان مكروه عنده قراءة بسم الله الرحمن الرحيم أم أنها في السر كقول أو مذهب أبو حنيفة. وكأن الموضوع أن القرآن بدل ما هو 6236 آية، 6236 آية في قراءة حفص عن عاصم، صار 6235 عند الإمام مالك، وصار الإمام أبو حنيفة مكسوف منها فبيخليها يعني في السر. هل هذا يعني تدين؟ هل هذا دين؟ هل الدين مش معروف فيه إذا كان بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة ولا ليست من آية يا فضيلة الإمام مالك؟ هل بسم الله الرحمن الرحيم تقال في السر يا فضيلة الإمام أبو حنيفة؟ ما هذا؟ وكل ده نتيجة إن أنتوا بتطوعوا وأنتوا ما بتخلوناش نواجه هؤلاء، لأنه هم خلاص يعني صار عندهم صولجان بيكم. مثلا على سبيل المثال آمين تقال بعد الفاتحة، أين هي في المصحف؟ لا يوجد في المصحف كلمة اسمها آمين. الفاتحة بتنتهي عند كلمة ولا الضالين بس فقط. إذن إحنا زودنا آمين. آمين موجودة عند المسيحيين، آمن موجودة عند اليهود، أيوة آمن، لكن موجودة عند الفراعنة آمون وآمين، لكن ليست موجودة عندنا في القرآن. نعمل إيه يعني؟ نضيفها بقى، احنا التدين بتاعنا نضيفها. هل مطلوب منك الشهادة أم الشهادتين؟ الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله أم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ يعني هي شهادة واحدة أم شهادتين؟ طبعا هم قالوا أنه لازم تبقى شهادتين. ليه؟ ده ربنا بيقول في القرآن في سورة آل عمران شهد الله أنه لا إله إلا هو. ربنا سبحانه وتعالى بيقول شهد الله أنه لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا ما يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله وما اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يعني آية واحدة جمعت مرتين لا إله إلا الله. يوم يقول لك أصله اقترنت شهادة أن لا إله إلا الله بأن محمد رسول الله إلى يوم القيامة. ليه يا عم بتقول كده؟ علشان يكفر المسيحي، عشان المسيحي ما بيقولش وأشهد أن محمد رسول الله، فلازم نكفره ولازم نقول له هتدخل النار. ولازم الإمام مسلم يقول لك
يأتي المسلمون يوم القيامة بأمثال الجبال من الذنوب فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى. ده كده ربنا ما يبقاش عادل. ده ربنا بيقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به، سواء كنت أنت اللي هتعملها أو أهل الكتاب اللي هيعملوها هتجزى بيها. تقول لي إنه يضع الذنوب وعايز إنه لازم يبقى أشهد أن محمد رسول الله عشان يبقوا هم كفار وهيخشوا جهنم ويدخلوا نار جهنم، مش كده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ ده الفرق بين الدين والتدين. فرق بين الدين والتدين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ما قالش محمد رسول الله. صحيح أنه سيدنا محمد رسول الله، أيوة نعم، أنا مؤمن بأن الرسول عليه الصلاة والسلام محمد، مؤمن بهذا، بس الشهادة المطلوبة في الدين شهادة أن لا إله إلا الله. يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليستنطقنا بإيه؟ بأنه لا إله إلا الله. يبقى لازم نفهم الكلام ده ولازم نحس بيه ولازم نعرف الفرق بين الدين والتدين. يعني لا ما تقوليش بقى انه الضالين المغضوب عليهم هم المسيحيين هم اليهود والضالين هم المسيحيين. لا، هناك ضالين وهناك مغضوب عليهم من الصحابة. من الصحابة. هقول لك الآية بتقول إيه من الصحابة عشان تبقى عارف. وما يقتل مؤمنا متعمدا. طبعا الصحابة قتل بعضهم بعضا، مش كده ولا إيه؟ في معركة حطية، في معركة صفين ومعركة الجمل. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، اهو ولاد الغضب، ولعنه وعد له عذابا عظيما. ما نقرا القرآن. هو ده الفرق بين الدين والتدين. تقول لي بقى الصحابة كلهم عدول. لا، مش عدول. الصحابة منهم مغضوب عليهم ومنهم ملاعين وسيعذبوا ويخلدوا في نار وفقا لكتاب الله. من قتل منهم مؤمنا متعمدا، مش قتلوا الحسن وقتلوا الحسين وقتلوا علي بن أبي طالب وقتل بعضهم بعضا. واوعى تتصور عشان قلت انا الحسن والحسين وعلي بن ابي طالب ان انا شيعي. انا لست لا شيعي ولا سني ولا اباضي ولا اي حاجه. انا ولا قراني. انا مسلم فقط. مسلم فقط. لكني مسلم بأتمتع بنقاء الاسلام بدون شوائب. يبقى اذا لابد انه انا ابقى مسلم عارف ايه الفرق بين الدين والتدين. قول للشيخ بتاعك اللي بيؤمك بالصلاه لماذا لا تقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ قول له. وبعدين لما ربنا سبحانه وتعالى يقول انه نزل القرآن فإنما يسرناه بلسانك، بلسان الرسول، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. يبقى الله يسر القرآن بلسان مين؟ بلسان قريش اللي هو لسان النبي. يبقى هو قراءة واحدة بس للقرآن. انتوا بقى عملتوا لها 10 قراءات. 10 قلتوا 10 قراءات المعتمدة 10. إذا كان ربنا بيقول قراءة واحدة فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. لا، ازاي؟ نخليها 10. ده الفرق بين الدين والتدين. يبقى اذا معلش طبعا هناك حاجات كتير جدا، يعني كتير قوي 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 يعني لا إكراه في الدين في القرآن يقابلها من بدل دينه فاقتلوه في السنة. هم كده من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر في القرآن. قدامها في السنة أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. احنا في فرق بين الدين والتدين.
عايز تبقى على دين اهلا وسهلا، عايز تبقى متدين اهلا وسهلا، بس كل بحسابه. ليه؟ لانه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. واعلم ان الله عز وجل قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ما فرطنا في الكتاب من شيء. انا بقول لكم الكلام ده وانا في اخر العمر، يعني مش هعيش ولا نص ولا ربع اللي انا عشته، ولا شابتر واحد منه. لكن خلوا بالكم، دي وصيتي لكم: لا تعتمد على الشيخ، لان الشيخ هو اللي عمل كل هذه الدخائل وكل هذه الشوائب. شكرا جزيلا يا اخوه، شكر جدا.